لله المن والفضل، الله ورسوله امن وافضل. قال والله وتقولوها غير تكونوا صادقين، والله ما راكم رايحين تدعين. اما والله لو قلتم لصدقتم ولصدقتم. شوف يدرك معنى لا اله الا الله، يعرفون حقيقة كلمة لا اله الا الله. الله ورسوله امن وافضل. طيب اذكر السابق بتاعك، وش قدمت للدين، وش قدمت للاسلام، وش قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم، وش قدمت للصحابة، وش جاهدتوا في سبيل الله يوم بدر ويوم احد ويوم الاحزاب، والغزوات التي غزوتموها قبل ذلك وبعد ذلك، حدثوني بها. قالوا لا لا يا رسول الله ما نقولوش. الله امن، الله ورسوله امن وافضل. قال اما والله لو قلتم لصدقتم ولصدقتم. الان يا معشر الانصار تعرفوا شنو الجزاء؟ نجحتم في امتحان من الامتحانات، تدرون شو الجزاء؟ كان رسول الله يقول لنا، قال لهم الناس راهم راجعين لديارهم به، هذا الداي الغنم، وهذا الداي البقر، وهذا الداي الابل، وهذا الداي الذهب، وهذا الداي الفضة. قال انتم على بالكم باش راكم راجعين الى دياركم؟ قال رسول الله به. قال لهم بي انا، راكم تديني انا معكم. وش تسوي البقر والابل والغنم؟ فقالوا رضينا برسول الله قسمة وحظا ونصيبا، الحمد لله وانا قابلين. قال يا معشر الانصار والذي نفسي بيده، لولا الهجرة لكنت رجلا من الانصار. لو سلك الناس واديا وسلك الانصار واديا لسلكت وادي الانصار. اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. وبدأت القوم، بدأت الحالة تبكي، وقاموا ما منهم احد الا اخضرت دموعه لحيته. دموعهم تسيل على لحاهم، ولحاهم تقطر دموعا. هذيك الدموع شيء اول هل انت رحمك الله. ما حقيقة تلك الدموع؟ اولا انك تشعر بانك نجحت في الامتحان، والامتحان مع الله. ثانيا انك تشعر بانك كنت صادق في المحبة نتاعك. ثالثا انك تشعر بان ربي عز وجل ما ترككش للدنيا، وفضلك بالدين، وصانك وحفظك به. رابعا انك من معاني تلك الدموع انها دموع الفرح، لانهم كانوا يظنون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان فتح مكة لن يرجع معهم الى المدينة، وفتح مدينته خلاص. لكن لما قال لهم هذا ايقنوا انه سيحيا بينهم وسيموت بينهم وسيكون قبره في بلدتهم. فكانت دموع الفرح. من معاني هذه الدموع معنى لا اله الا الله. بالله عليكم، هل يمكن لأمة أدركت معنى لا إله إلا الله أن يكون حالها كحالنا؟ صحيح نحن نقول لا إله إلا الله ونسأل الله أن يتقبل منا، لكن لابد أيها الأحباب، لابد أيها الكرام، لابد أيها المسلمون المؤمنون، لابد أن نتعلم معنى لا إله إلا الله وما تقتضيه من الحقائق، حقائق المحبة والصدق والانقياد والقبول والولاء. لابد أن نعرف هذه الحقائق حتى نجد حلاوة هذه الكلمة في قلوبنا، ونجد حلاوة هذه الكلمة
على ألسنتنا، ونجد حلاوة هذه الكلمة في واقعنا. وبيننا وبين هذا زمن لابد أن نتعلم فيه حتى ينفعنا الله عز وجل بلا إله إلا الله ولو ساعة من نهار. وللحديث بقية.